السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الغدا. غدا يوم الجمعه هنعمل كده فراخ وهنعمل طواجن رز معمر كده مع بعضينا. اول حاجه كده عملتها، جبت كده الفرخه بتاعتي اللي انا هعملها. جبتها كده غسلتها ونضفتها كده ونجعتها في ميه وملح وليمون. بسيبها كده في المية والملح والليمون شوية كده. طبعا بعد ما بغسلها غسلة كويسة، بسيبها كده شوية عشان خاطر ريحة الليمون كده تخلي الفراخ بتاعتي، الليمون يخلي ريحة الفراخ بتاعتي تكون حلوة. ما بحطش خل خالص، انا بحط ليمون بس لغسيل الفراخ. طبعا كده انا الفرخه اللي معايا يعني حجمها مش كبير، فعشان كده رحت جبت كده ورك كده، ايه قلت يسندها يعني وكده. بس جبت هنا كده حله، حطيتها على النار، حطيت فيها ميه، سبت الميه بتاعتي لحد ما غلت، وبعدين نزلت كده بالفرخه اللي معايا. جبت طبعا مكتفاها وكده ونزلت بيها لحد ما تستوي، هسيبها كده مع نفسها لحد ما تستوي. اول ما اطلع الريمه كده اللي بتطلع على الوش ديت بشيلها، وبعدين بحط فلفل وبحط ملح. لو حابه تضيفي طماطم بصل الاضافات اللي انت حابه تحطيها حطها للشوربه بتاعتك، بس انا ما حطيتش غير ملح وفلفل بس. هنا بدات ان انا كده اجهز كده في الطواجن اللي معايا. جبت كده الطواجن اللي معايا. غسلت كميه الرز اللي انا هعملها. كل طاجن بحط فيه كوبايه من الرز يعني. اول كوبايه كده غسلتها وحطيتها في الطاجن، وبعدين التانية نفس الموضوع. ما حبيتش اغسل كميه الرز كلها عشان ابقى عارفه المعيار بالظبط ايه اللي انا عاملاه، لان الطواجن اللي معايا حجمها مش كبير، فلو زادت كميه الرز مش هتستوي معايا، هتتكتم كده ومش هتستوي معايا، تبقى نيه في الاخر. ده حطيت كده، دهنت الطواجن اللي معايا بمسحه كده من السمنه، وغسلت الرز وحطيته في الطواجن، وهضفت له ملح وفلفل. وجبت كده مكعب من المرقه، قسمته كده نصين على الاتنين طواجن اللي معايا. بضيف هنا كده الميه، بحط كده لكل كوبايه رز كوبايه ميه مغليه زي ما انتم ما شايفين كده، وبقلبها كده، وبعدين بضيف اللبن. بسيب كده طبعا اللبن دوت انا غلياه وهو سخن كمان، عشان خاطر يعني يساعد الميه لما بتكون مغليه، واللبن بيساعد اكتر ان الرز بتاعك يستوي بسرعه. ضفت اللبن كده بالكميه اللي انتوا شايفينها ده. بخلي كده عجله كده قد عجله الصباح كده من فوق كده في الطاجن فاضيه، عشان تدي مساحه للرز بتاعك ان هو يغلي ويستوي. خلاص كده يا بنات، بعد ما ضفت اللبن والميه والملح والفلفل، ما ضفتش اي سمنه خالص، حطيتهم كده دخلتهم كده الفرن، مولعه الفرن من تحت ومن فوق، مولعه الشوايه عشان خاطر الرز بتاعي ياخد وش. اول ما الرز بتاعي الطواجن بتاعتي تاخد الوش اللي انا عايزاه، بفصل الشوايه وبهدي النار كده خالص على على الطواجن بتاعتي عشان خاطر الرز بتاعي يسوي. كانك بتعمله رز عادي يعني. اول ما يتشرب كده الرز المحمر، اول ما بتخليه يتشرب كده بتروح مهديه النار، هو دوت الرز المحمر نفس الموضوع. اول ما يتشرب كده تروح مهديه النار خالص وتسيبيه كده مع نفسه. اول ما يستوي كده، قبل ما تطلعيه مثلا ب5 دقايق كده، تروح حاطه كده مغرزاه كده، وحاطه له ايه معلقه من سمنه من كل ايه في كل طاجن، بحيث ان هو ايه يشرب ويكون طعمه حلو كده. كمان لو سمنه بارده هتكون احلى واحلى. بوريكم كده. طبعا كنت طفيت الشوايه وسبت الرز بتاعها كده على النار بتاعه الفرن كده، نار هاديه كده لحد ما شرب زي ما انتم ما شايفين. وخلاص هو كده كان استوى. بس هضيف له لكل طاجن معلقه من السمنه، وهسيبه كده شويه، وبعدين هبدا ان انا ايه اطلعه يعني. بصوا بحط له السمنه زي ما انتم ما شايفين كده عشان يشرب، وبعدين 5 دقايق وهطلعه خالص من الفرن، ان هو اساسا كان استوى. طبعا لما بتولعي الشوايه في الاول خالص بتديكي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، فبتخلي شكل الطاجن بتاعك بيكون شكله حلو. طبعا وهنا كده بعمل كده الخلطة اللي انا هحطها كده للفراخ قبل ما ادخلها الفرن. جبت كده معلقتين من الصلصة وضفت لهم كده ملح وفلفل وكزبرة وكمون كده مطحونين، وشوية من الزيت وشوية توابل فراخ. وهنا كده كان عندي صويا صوص، ضفت كده شوية. بصوا عملت الخلطة ديت كده، وهضيف لهم كده شوية مية عشان خاطر ايه
الصلصه بتاعتي تفك معايا يعني وكده، تكون سهله معايا في ان انا ادهن الفراخ بتاعتي. ادي بخلط كده كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي، وهضيف لهم كمان شويه ميه. خلاص بعد ما ضفت لهم ميه وخلطتهم كده ببعض، جبت كده طلعت الفرخه بتاعتي كانت خلاص استوت. طلعتها كده صفيتها من الشوربه، وبدات كده ايه، حطيت شويه زيت في الصينيه، وبدات ان انا كده ادهن الفرخه اللي معايا. بدينها كلها يعني، وشها وظهرها وكله يعني، عشان خاطر كلها يبقى لون واحد وكأنها مشوية. هي الفرخة اساسا انا كانت في نيتي ان انا هشويها، بس لما لقيتها حجمها صغير فحسيت ان انا لو شويتها هتنشف وهتكون مش حلوة. فروحت سلقتها الاول، وبعدين عملت لها الخلطة اللي انتوا شايفينها دي. بس وده كان شكلها طبعا بعد ما دخلتها الفرن. انا لما دخلتها الفرن تحت الشواية، ما كنتش مولعة الفرن من تحت، اخدت لون بس. آه الشواية يعني اديتها اللون اللي انتوا شايفينه ده. وكمان عملت شوربة كده لسان عصفور. طبعا جبت حلة حطيتها على النار، حطيت فيها شوية من الزيت، وجبت شوية لسان عصفور كده حمرتهم، وبعدين زودتهم كده بالشوربة. طبعا زي ما احنا عارفين شوربة لسان عصفور ما تاخدش وقت، وطريقتها سهلة يعني وبسيطة. بوريكم هنا كده الشكل النهائي للأكل بتاعنا. بوريكم كده شكل الفراخ ما شاء الله. الخلطة اللي انا عملتها ادت لون حلو للفراخ، وكمان يعني طعمها كان حلو. احلى كمان من انك انت تحمريها يعني وكده. ديت مش بتبقى شاربه زيت، وبتكون خفيفه، وبيكون طعمها احلى يعني عشان انت بتضيفي توابل وكده. وده طواجن الرز اللي معايا.